السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا بسطيله مالحه اقتصاديه وكتجي في مذاق رائعه. انا سبق لي وحطيتها في القناه، ولكن الجوده ديال الفيديو ما كانتش زوينه، داكشي علاش مسحتها وعاودتها من جديد. نبداو على بركه الله. لهاد البسطيله غادي نحتاجو نص كيلو ديال السوسيس، نص كيلو ديال بروشيط اولا قطبان ديال لا داند، نص كيلو ديال الكفته، باكيه ديال الشعريه الصينيه اللي فزقناها في المطايب، قزبر ومعدنوس مقطعين، بصيله مقطعه، علبه ديال الفطر المعلب، الفرماج احمر حسب الذوق. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجو سكينجبير، عطريه ديال البسطيله ديال الحوت، الهريسه، ثومه غبره والثومه طريه محكوكه، وعصير ديال الحامض، صوص صوجا نسيت ما حطيتهاش مع اللائحه، والورقه ديال البسطيله بطبيعه الحال. نحاولوا ما نستعملوش الملحه حيت عندنا الهريسه مالحه والفرماج مالح. نبداو التحضير على بركه الله. في مقله غادي نديرو شويه ديال الزيت، ثومه، البصله، نشحروهم مزيان حتى يدبالو، نزيدو عليهم بروشيط اللي سبق لينا ورقدنا في العطريه، وشويه ديال الهريسه وشويه ديال القزبر ومعدنوس، نشحروه. ملي نحيدوه غادي نزيدو في نفس المقله غنديرو الكفته مع شويه ديال الثومه غبره، ثومه طريه، قزبر ومعدنوس، سكينجبير، العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، الهريسه وصوص صوجا. نخليوها تشحر مزيان حتى طيب وتنشف من الماء. في نفس المقله كذلك غادي نديرو، ملي غادي نحيدو الكفته غادي نديرو السوسيس، غنديرو ليه نفس العطريه، ومن الاحسن العصير ديال الحامض نديروه حتى الاخر باش يبقى المذاق ديالو زوين وما يعطيناش لوغو ديال المروره. نشحرو كلشي. تقدروا تستعملوا السوسيس ديال البقري الا بغيتو. انا هنا استعملت كلشي ديال لاندند، الكفته والسوسيس والبروشيط حتى هما ديال لاندند، ولكن كيجي مذاق رائع، كيجي بنين بنين بنين، وسورتو مع كتكون زايد شويه في الحروره كيجي رائع. هنا ملي كنشحروا السوسيس كيبدا يطلق لنا الماء، غادي نحيدو ليه نعريو عليه حتى هو ونخليوه يتشحر مزيان مزيان حتى يشرب الماء ديالو، حيت الا خلينا فيه الماء ودرنا فوق الورقه ديال البسطيله غادي تعجن لينا وغادي تخسر، ما غاديش زوينه. هانتوما كيف ما كتشوفوا ها هو بدا كيغلى، غنخليوه حتى ينشف. في نفس المقله غادي نديرو طريف ديال الزبده وغنديرو فيه شامبينيون، وغنديرو شويه ديال القزبر ومعدنوس، الثومه، العطريه والعصير ديال الحامض. ملي غادي نشحرو حتى هو مزيان باش يدخلوا المذاق ويطيب شويه. في نفس المقله عاوتاني غادي ملي غادي نحيدو الشامبينيون غادي نديرو الفيرميسيل، حتى هي غنديرو ليها نفس العطريه باش تشحر وتجي بنينه، ما تبقاش داك المذاق ديالها باسل، هي ما فيها حتى شي كو. كنزيدو ليها العطريه باش كنفيقوا فيها المذاق، وكتجمع لينا كاع هذاك اليدام ملي تلقات الكفته والبروشيط والسوسيس في المقله وكتجي لذيذه. غادي نزيدوها على باقي العناصر اللي وجدناهم، درناهم في بانيه كبيره ولا في شي بانيو، نخلطوهم مزيان، نزيدو عليهم فرماج احمر هما سخان باش يذوب في هذيك الحراره ديالهم، ونخليهم على جانب. انا كنفضل انني نحرك بايدي باش كنفرق الفرماج مزيان ونفرق الشعريه الصينيه مزيان باش ما يبقاوش مجموعين غير في بلاصه واحده. الورقه كيف ما كتشوفوا كنشدوها كنبرموها ونقطعوها بمقص رقيقه. الا عندكم ماكينه ديال سباغيتي دوزوها فيها باش تجيكم رقيقه وتسهل عليكم الخدمه. وتقدروا عاوتاني ديروها بالطريقه العاديه اللي موالفين كنديروا بالبسطيله. انا كتعجبني هاد الطريقه، كتجي شويه مختلفه وسهله، سورتو المبتدئات كاين اللي ما كيعرفش يطوي الورقه ديال البسطيله. ملي كنقطعوها رقيقه كنشدوها وكنحاولوا نبقاو نحلو فيها غير بشويه بشويه حتى كتعطينا خويطات كيف ما كتشوفوا في الفيديو. غادي ندير انا ما عنديش لاطه ديال البسطيله، غادي نديرها في المقله اللي كنطيبوا فيها مسمن، حيت عندي شويه غارقه غادي نلبس ليها بابي كويسون، وغندهنو بشويه ديال الزبده والزيت. الزبده كندوبها حتى كيحيد منها داك الحليب باش ما يخسرش لينا الورقه ديال البسطيله وتجينا مقربنه ملي كنبداو ناكلوها. صافي كنحاول نغطي الطبقه التحتانيه كامله بهذيك الورقه ديال البسطيله، انا كنفرق فيها كنغطي بها. نحاولوا ما نديروش طبقه غليظه ديال الورقه باش تجينا زوينه، ما تجيناش عامره بالورقه. من بعد غادي نخوي الحشوه ونحاول نقادها في السطح ديال الورقه مزيان. هاد المقادير كيقضوا ما بين 10 حتى 12 شخص. غادي نحاولوا نقادوا الورقه هذا الحشوه ديال البسطيله فوق من الورقه،
ونحاولوا بان تكون في كل بلاصه كاين الخليط ديال السوسيس والكفته والبروشيت، باش ماشي تجي بلاصه فيها هادشي وبلاصه لا. صافي من بعد غادي نغطي الطبقه الاخرى ديال الورقه ديال البسطيله وندهن بالزبده والزيت. وانا سبق لي سخنت الفران على 180 درجه وندخلها الطيب. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا هنايا اختاريت نزوقها بالفرماج ديال الساندويتش اللي قطعته بالقطعه ديال الحلوه وطريفات ديال الحامض كيف ما كتشوفوا في الصوره. درت فوق منهم نقيطات بالحار. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. خليوا لي الاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم في التعليق. كنتمنى انكم تجربوها بصحه وبالراحه. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه عليكم.